في واحد الخطوة اللي اعتبرها بزاف ضربة دبلوماسية جديدة للنظام الجزائري، صادق البرلمان الأوروبي نهار الأربعاء اللي فات على قرار كيضيف الجزائر لقائمة الدول اللي عندها خطر كبير في تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. القرار خرج من المفوضية الأوروبية في 10 يونيو 2025 وضافوا فيه في 10 دول منهم الجزائر، في حين احتفوا 8 دول كانت في القائمة القديمة، بحيث داروا مجهود وتحسنوا في المراقبة المالية. الجزائر دخلت هذه اللائحة حيث حسب التقرير عندها مشاكل كبيرة تتبع مصدر الفلوس، محاربة الاقتصاد السري، تعاون مع الهيئات الدولية، الشفافية في المعاملات المالية. نواب أوروبيين خصوصاً فرنسيين فرحوا بالقرار وقالوا بصراحة أن الجزائر ما كتحترمش المعايير المالية اللي متعارف عليها عالمياً. ومن جهة الجزائر كعادتها ساكتة، لا بلاغ لا توضيح لا حتى كلمة. فاش دول كتيرة كتحاول تصلح باش تخرج من التصنيفات السلبية، الجزائر مازال كتقول راها ضحية مؤامرة. هذا القرار غادي يكون عنده تأثير كبير على التحويلات البنكية، الاستثمار والتعامل مع الاتحاد الأوروبي. والسؤال اللي كيبقى، واش الجزائر غادي تعاود تسب حساباتها وتصلح الوضع، ولا غادي تبقى تلوح بنظرية المؤامرة وتسد ودنيها؟